هلا. انا بص عليها ولا عليكي؟ لا بصي لي. هاي ذا بوكس، اهلا. التصوير، الميديا، الاعلام، كله مربوط برضو بالماركتنج والسيلز. مفيش ان انا ما ينفعش ان انا اشتغل في مجال الماركتنج من غير ما يكون عندي باك جراوند في التصوير والاخراج وكده. اعرف امتى ان انا يعني ما اخدش الريسك عشان ما اروحش انا في داهيه. اللي في ايدك ده زد بوكس، في مجموعه اسئله مننا ومن الفولورز بتاعت فاوندرز. يلا بينا. يلا بينا، متحمسه اشوف. بوكس شكله مغري اصلا. اول فقره معانا فقره انا مين، حابين نتعرف فيها عليكي اكتر. يلا بينا. هلا هيثم، سوشيال ميديا اكسبرت اند كو-فاوندر اوف فولت. كلميني اكتر عن نفسك. انا من زمان جدا وانا حاسه ان انا عايزه ادخل او اشتغل في حاجه ليها علاقه ان انا ابقى شغاله بنفسي تماما، ادير اللي بيحصل حواليا، عايزه حاجه فيها كرياتيفيتي وحركه. كنت بدات اصلا حياتي خالص في المجال عامه، في الشغل، في الكارير، ان انا كنت فوتوغرافر في وقت الجامعه. فلما دخلت جامعه دخلت بقى ماركتينج، وحابه اكتر حته ان انا طول الوقت مثلا افكر في بره الصندوق، عايزه حاجه كرياتيف، عايزه اعمل حاجه مختلفه. هلا اكتر لما اجي حد يقول لي مثلا عرفينا اكتر عن هلا، او انت مين، او هلا بتحب ايه. هلا بتحب انها ما تفضلش قاعده كل يوم تعمل نفس الحاجه. يعني نقدر نقول ان هلا حبت الجو ده عشان اختلاف الاماكن واختلاف الافكار، ولا عشان انت حابه تبقي البوس؟ حلو السؤال ده. لا، ميكس ما بين الاثنين، مش بوس على قد ما كلمه بوس دي ما بحبهاش قوي، يعني جايه اكتر في حته ان بحب الحاجات اللي فيها ابداع، تفكير. بحب ان انا اتشالنج ماي سيلف، ودايما عايزه افكر في حاجه فيها ابداع، في حاجه مختلفه. مش ان انا عارفه النهارده الصبح انا هصحى هعمل 1 2 3. احكي لنا رحله التحول من حب الاخراج لحب الماركتينج. انتوا عرفتوا منين اصلا؟ ايه المراقبه دي؟ بص يا ستي، خليني اقول لك موضوع الاخراج. هو انا عشان زي ما لسه كنت وضحت من شويه، يعني انا كنت بحب حته الاخراج والتصوير وكده من زمان جدا. كنت بعمله في وقت الجامعه، في نفس الوقت كنت بدرس يعني. كنت عايزه ابقى مخرجه افلام، مخرجه بقى، مخرجه حرفيا، كات يا ابني ومش عارف ايه وكل الحركات دي. بس لما جيت برضو في نفس الوقت قررت بقى اخد المجال اللي انا عايزه اخده في الجامعه. كنت قلت اللي هو انا لا، مش عايزه اقف ابيع لحد حاجه، مش ده اللي انا عايزه اعمله ومش عارف ايه، انا عايزه ابقى مخرجه وكده. لقيت بقى ان المجال ده اللي انا خدته في الجامعه كان عامل ميكس ما بين الاثنين، الاخراج وفي نفس الوقت الماركتنج والويب ميديا، كل ما جاي تحت الاعلام والتسويق. فخدته. جيت بقى يعني في الكورسز والمجالات بتاعت الاخراج والتصوير كنت بحبها اكتر من الكورسز بتاعت الماركتنج في اول سنه. جيت بقى على اخر السنه الاولانيه دي الموضوع اتقلب، بقيت احب الماركتنج اكتر واحب الاخراج اقل. مش عشان حاجه، هما كده كده لازم تفهموا ان الاثنين مربوطين ببعض. اوصف هلا في 3 كلمات. طيبه، انرجيتك جدا، كرييتيف، ولاود. لاود برضه جدا. مين قدوة هلا في مجال عملها؟ اول ناس واول حد طبعا والدي والدتي، اهلي ربنا يخليهم لي، هم السبورتيف معايا من الاول، من ساعه ما بدات يعني عامه احس ان انا عايزه ابدا ادخل في حاجه، مش بس كشغل ولا جامعه ولا كده، من داي 1. ماي بزنس بارتنر، شريكي. هو شريكي في الفاوندر بتاع الايجنسي بتاعتنا فولت ديجيتال ماركتنج، وانا الكو فاوندر. طول الوقت بنشتغل مع بعض، طول الوقت عايزين نتعلم مع بعض ونطور من بعض وكل الكلام ده. الفقره الثانيه هي فقره لو. في الفقره دي هنسالك شويه اسئله، لو انت في الموقف ده هتتصرفي ازاي؟ يلا بينا. لو ما كنتيش دخلتي الماركتينج كان هيبقى مجالك ايه؟ كنت هبقى دكتوره نفسيه. ليه؟ والدي سايكايترست، دكتور نفساني. اصلا لو ما كنتش دخلت في حته الاعلام والتسويق والماركتينج والسوشيال ميديا وكده انا كنت هدخل طب اصلا. ايه بقى في الطب؟ لا، انا كنت مقرره عايزه ابقى دكتوره نفسيه. بس اللي ما خلينيش اكمل الموضوع ده انا ما كنتش عايزه ادخل فكره الطب بقى، اللي هو ال7 سنين اللي مضطر اعملهم عشان اوصل لده، لا شكرا. بس عشان اكون صريحه واضحه، هو الطب النفسي او السيكولوجي عامه ما بعدتش عنه قوي، بالعكس هو زي الاخراج والتصوير داخل برضو في حته الشغل بتاعي او في الريجولر ديلي ورك بالنسبه لي، ان انا لازم احلل سلوكيات الكاستمرز، المستخدمين. طب ليه ده ما خدش قرار شراء دلوقتي؟ ليه ده مثلا على السوشيال ميديا مثلا، ليه البيس اوف كونتنت ده جاب سبيسيفيك تايب اوف امبريشن، سبيسيفيك تايب اوف رياكشنز، مش جاب كذا. فكده كده في تحليلات. فالحمد لله ان المجال اللي انا اخترته في الاخر داخل فيه كل اللي كنت عايزاه من الاول. يعني انت شايفه ان الباك جراوند النفسيه اللي عندك مدياكي نقطه جدا زياده عن الباقي عن الباقيين في مجالك؟ جدا، لدرجه ان انا ما كنتش حابه ان انا انسى الموضوع تماما، فقررت ان انا اخدت دبلومه في السايكولوجي، انتروداكشن تو سايكولوجي من جامعه ييل. فلا، كل ده رابط في بعضه الحمد لله. لو صحيتي في يوم لقيتي كل الاكونتس بتاعتك مقفوله، ايه اول حاجه هتعمليها؟ ساره ولا بتوع كلاينتس؟ طب مش هتفرق. الاثنين، تخيلي دي ودي. هو انا ههدى كده الاول 10 دقايق.
10 دقايق كده اهدى شويه يعني اللي هو اتخيل كده حياتي الكام سنه اللي فاتوا، اللي هو هل كل ده راح على الفاضي ولا لسه في مجال ان انا انقذ اللي حصل. بعد كده هصرخ، بعد كده هصرخ، بس هرجعها سهله يعني، ما حصلت معايا كتير قبل كده. هبدا من الاول يعني، انا كهلا كشخصيا، مش فكره شغل او كلاينتس او كده. انا كهلا لا، انا هبدا من الاول، هبدا من الصفر. وطبعا يعني الناس اللي عارفيني وكانوا معايا من الصفر وكده، اكيد طبعا السبورت هيبقوا سبورتيف معايا ويدعموني من الاول، واقول لهم بقى يا جماعه زقوا بقى الاكونت بقى عشان نكبر تاني بقى ونوصل الناس للدنيا وكده. مش حصلت قبل كده، ومش انا يعني، حصلت مع يعني كلاينت ليا قبل كده، مش اكونت اتقفل، هو جاله ريستريكشن. وطبعا بقى انا من عايزه احل الموضوع وعماله اجري ورا متى، اللي هو يا متى اخلصوا حلوا لو عايزين نحل الموضوع ده، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اهدي وتكالم الكلاينت بتاعي. لو رجع بيكي الزمن لبدايه رحلتك المهنيه، هتنصحي نفسك بايه؟ انصح نفسي بكذا حاجه، واولهم واهمهم ما تستعجليش جدا. الاستعجال ان انت عايزه تجري تثبتي نفسك وتجري تحققي، هو يعني مش ده اللي هيوصلك، مش ده اللي هيساعدك. بس كان ممكن اغير طريقه تفكيري او الطريقه اللي كنت باخد بيها القرار. كنت ههدى شويه، مش هستعجل، مش هبقى من اندفاعيه بطريقه تحفه يعني، مش هبقى اندفاعيه قوي كده، لا ههدى شويه. والحاجه التانية برضو، ودي كانت حاجه من ساعه ما بدات يعني افكر ان انا عايزه ابني لنفسي حاجه، ان انا كنت طول الوقت كانت فكرتي الاساسيه او هدفي الاساسي ان انا عايزه اثبت للي حواليا، او اثبت لنفسي ان انا اقدر اعمل ده، فانا هعمله جامد جدا عشان انا اقدر اعمله. يعني كنت بشتغل فكره عشان انا اثبت ان انا شاطره، لحد ما الموضوع اتحول معايا ان انا فعلا لقيت اللي هو طب ما انت شاطره اهو، بتعملي كويس وشغلك حلو قوي، فالموضوع اتقلب اللي هو انا مش مضطره اثبت حاجه، ولا حتى اثبت لنفسي، انا بس بشتغل عشان اطور من نفسي، بس مش مضطره اثبت لحد حاجه. لو كنتي تقدري تخلي اي محتوى ينتشر بسرعه، هيكون ايه المحتوى؟ ممكن اقول المحتوى الهادف. يعني المحتوى الهادف هو اقل محتوى للاسف عليه يعني انتشار، بس مش عشان الناس مش مهتمه تعرف المعلومه، لا عشان للاسف، وده دايما بقوله في كل الفيديوهات بتاعتي وكل كونسلتيشن بعمله وكل كلاينتس ليا، مشكله مش في المحتوى الهادف او اللي انت بتحاول توصله، مشكله في الطريقه اللي بتوصلوا بيها للناس على السوشيال ميديا، لان الناس على السوشيال ميديا مختلف، طريقه تفكيرها مختلفه. انا لو انا مثلا بحاول اشارك محتوى هادف، بس قاعده بطريقه كان انا قاعده في حلقه ولا في برنامج ولا واحد دافع واخد كورس، اكيد انا مش هبقى انترستد ان انا اشوف الموضوع ده. ان هو عشان تعمل محتوى هادف مش لازم تبقى طالع لابس بدله وقاعد بشكل يعني يعني لازم، مش لازم تبقى قاعد بشكل اللي هو واو جدا بقى وعلى مكتب وشكلك مش عارف ايه واحسن كاميرات واحسن الاضاءات وكل الكلام ده. لا، وصل المعلومه بطريقتك بشكل بسيط جدا، وانت بتتمشى في الشارع وانت بتعمل كذا، بشكل خفيف بطبيعتك. لو عندك فرصة تعتمدي على حد مشهور في إعلان، هيكون مين؟ ياسمين صبري، عشان انا بحبها، وهي على حسب برضو الاعلان بتاعي، بس لو الاعلان بتاعي بنسبه كبيره هيركز على البوزيشننج، فياسمين صبري هتحط يعني هتوصل ده حلو جدا. هي ما شاء الله، هي اصلا في حته البوزيشننج هي لوحدها اصلا بيرسونال براند، وانا بستخدمها كمثل في البيرسونال براند عامه يعني. توليت. ليه؟ عشان ذكي ومبدع وكرييتيف وبيكلم الجنزي، وانا لو هعمل اعلان دلوقتي اكيد بنسبه كبيره هخاطب الجنزي برضه. ممكن تامر حسني عشان انا بحبه. لو بايدك تغيري حاجه الناس كلها بتستخدمها في المجال وهي غلط، هي مش حاجه ليها علاقه بالمجال ده مخصوص، بس نفسي اغيرها في كل حاجه. فكره ان انا لازم ابقى بيرفكت وجاهزه 100% عشان ابدا في المجال، لا ده فكر غلط خالص ومش صح، ولو انت فضلت تفكر بالطريقه دي عمرك ما هتبدا. لو هلا عندها سوبر باور از ماركتر هتكون ايه؟ الريتش ما يقعش خالص عند اي حد. تالت فقرة معانا هي تحدي الفاوندرز. في الفقرة دي احنا كفاوندرز بنتحدى هالة في 30 ثانية. يلا بينا. 3 خرافات في مجال الماركتينج. اول حاجه ان الماركتينج هو السيلز. الماركتينج مجال والسيلز مجال تاني خالص. الماركتينج اللي هو الرساله اللي بحاول اوصلها او الفيجن او الطريقه اللي انا بحاول اوصل بيها للجمهور بتاعي، والسيلز هي الطريقه اللي ببيع بيها. تاني خرافه ان الماركتينج هو الديجيتال ماركتينج. لا دي خرافه كبيره قوي بقى. الديجيتال ماركتينج جزء صغير من الماركتينج. تالت خرافه بقى، ودي بالنسبه لي اكتر واحده بتجنني، ان فكره ان الناس فاكره ان انا عشان اكون وصلت مثلا بالبيزنس بتاعي وصل لليفل وجاب خلاص الناس بدات تعرفني وجبت ريزلتس وكده، يبقى انا خلاص مش محتاجه ماركتنج. 3 حاجات من وجهه نظري تعلي الانجيجمنت: اثاره الجدل، ان انا اطلع اتكلم في حاجات الناس مش متوقعاها، مثلا ان انت تشارك مع الناس اللي هم عايزين يسمعوه من الاخر، مش انت عايز تطلع تقول ايه. يعني ان انا المحتوى بتاعي اركز فيه اكتر ان انا ارد على الناس عايزه تعرف ايه، فدي برضو بتعلي الانجيجمنت جدا، بتحس اللي هو انت كلوزر للاودينس بتاعك. مين اللي هلا بتشوفه بيعرف يماركت للمحتوى بتاعه بذكاء؟ فاتيز شاطره جدا 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 في طريقه الماركتينج، وهي بتطبق كل حاجه غير التراديشنال ماركتينج او اللي الناس فاهماه عن الماركتينج، وده اللي نجحها.
هي عمرها ما طلعت سوقت بطريقه مباشره عن الدونتس بتاعتها او البرودكتس اللي بتعملها. بالعكس هي بتشارك ما وراء اللي بيحصل، الجيرني اللي اتعلمته، اللي ما اتعلمتوش، اللي نجحت فيه، اللي اضطرت تعيده من الاول، كل الكلام ده قرب الناس منها. اخر فقره عندنا هي اسئله الفاوندرز. في الفقره دي ضيف حلقتنا بيجاوب على اسئله متابعين فاوندرز على السوشيال ميديا. يلا بينا نحكم على نجاح خطه الماركتنج بتاعتي او فشلها من خلال ايه وفي فتره قد ايه. بصي هقول لك، اهم حاجه بالنسبه لي من خلال وضوح وصول الرساله اللي انا بحاول اوصلها من الماركتنج مسج بتاعتي. يعني مثلا انا في البراند بتاعي مثلا ليتس عندي فيجن معين، او عايزه الناس توصل لي تعرف مثلا ان انا حاطه نفسي في بوزيشن معين، او عايزه اعمل مثلا، عايزه اوصل رساله معينه، او عايزه اوصل مثلا هدف معين باللي انا بقوله. فمدى وضوح الرساله دي انها وصلت للناس، ده بالنسبه لي نمبر 1 انا اقدر احدد عليه ان هو الكامبين بتاعي او البلان بتاعي شغال. حاجه تانية بقى كده الريزلتس، ردود فعل الناس والاودينس والجمهور بتاعي من ناحيه الكامبين اللي انا بوصله او البلان اللي انا حطاه. يعني هم الرياكشنز بتاعتهم عامله ازاي، نيجاتيف بوزيتيف، ابدا استخدم الرياكشنز دي عشان اطور منها. وحاجه تانية برضو اخيره، فكره ان انا في فتره قد ايه بدات اوصل للناس. ما ينفعش ان انا اقول مثلا لازم في فتره كذا اكون وصلت للناس كذا، لا يعني في فتره قد ايه من الماركتنج بلان بتاعتي دي بدات واحده واحده اوصل ان انا افلتر الاودينس اللي انا بستهدفهم بالظبط. ازاي احاول اعدي الكرياتيفيتي بلوك؟ سألين سؤال في الجون وسؤال ليا انا، جالي كرياتيفيتي بلوكس كتيره جدا. اقدر اقول ان انا مثلا محتاجه اول حاجه اسيب كل حاجه بعملها واهدى خالص، اخد يوم على يوم يومين على حسب المسؤوليات اللي ورايا، يوم كامل ما افكرش في اي شغل ولا اي حاجه عندي، واهدى خالص واسترخاء كده ومش عارف يعني، فاهمه، اهدى خالص ما افكرش في اي مسؤوليات لو ينفع. اخد يعني اكتر فتره ممكن ان انا اهدى فيها، وارجع اعيد تفكيري واولوياتي. هو انا بعمل ده ليه، او بعمله عشان ايه، او هدفي اوصل لايه. لو قوه الهدف او اللي انا بعمله بنفس القوه اللي كان فيها في الاول وانا ببدا، يبقى انا ساعتها بقى واحده واحده لما اجي افكر نفسي انا بعمل ايه وابدا اعيد اولوياتي واحط الاهداف تاني من الاول، واحده واحده الكرياتيفيتي بلوك هيبدا يبريك واحده واحده. الكرياتيفيتي بلوك حاجه تانية ان انا اغير السيتنج والانفايرمنت اللي انا فيه، ده هيفرق جدا جدا. الانفايرمنت اللي انا فيه او الناس اللي حواليا او السبورت سيستم بتاعي ممكن يكون هو اللي عمل لي البيرن اوت او اللي وصل لي الليفل ان انا يبقى عندي بلوك في الكرياتيفيتي. محتاجه اغير الانفايرمنت والطريقه اللي انا بعمل بيها الشغل بتاعي. ازاي اعرف الاستراتيجي المناسبه للبيزنس بتاعي؟ بص عشان اجاوب على السؤال ده، ما ينفعش ان انا اجاوب بشكل صريح واقول لك ان على حسب، ما ينفعش اقول لك مثلا لو اجابه السؤال ده لو انا قلت لك لازم ان انت تعملي 1 2 3 او اديت لك فاكت في الاجابه، ساعتها انا هكون مفيش مصداقيه في كلامي. ليه؟ لان كل بزنس بيختلف، وكل بزنس ليه اهداف، وكل بزنس ليه المقدره بتاعته ان هو يعمل وبادجت وكل الكلام ده. فالاستراتيجي المناسبه انا بحددها واحده واحده بيست، يعني باخد بيبي ستيبس واحده واحده. فما اقدرش اقول لك ان في استراتيجي معينه او استراتيجي ثابته لازم اخدها از بزنس. احنا بنحلل الكرنت ستاتس، احنا فين، عايزين نوصل لفين، هنوصل من بوينت A لبوينت B ازاي، بعد كده على اساسها بنعمل استراتيجي مدتها قصيره 3 شهور، شهر، 6 شهور، بعد كده واحده واحده ابدا اكبر. ماشي. اصرف بادجت في اعلانات مموله ولا انفلونسرز؟ ده دايناميك ويعني محتاج رد مفصل كويس، لان ما ينفعش ان انا اقول يعني مثلا انا ممكن يكون ليا مثلا كامبين او حمله مثلا عملتها في فتره معينه هدفها الاساسي سيلز، فانا هركز اكتر على حته الكامبينز او حته اكتر الادز الاعلانات المموله، وممكن استخدم الانفلونسرز الاعلانات المموله لان انا محتاجه سيلز، محتاجه ريزلت منها، فاهم قصدي. ممكن يكون عندي كامبين تاني هدفه ان انا انتشار بس، انا عايزه الناس تعرف اكتر عن البراند، انا لسه بادئه، انا لسه الناس عايزه تعرفني، فانا ساعتها مش هركز قوي على الاعلانات المموله. خلاص اللي انا عايزه اقوله ايه، ان بحدد الجول ده على حسب ايه اللي انا عايزه اوصله من الكامبين ده بالذات في الوقت ده، وفي نفس الوقت مش عايزه الاعتماد الاساسي يبقى على اعلانات مموله بالذات في الزمن ده. الكونتنت ماركتنج شغال حلو جدا جدا، مش لازم كل شويه التركيز الاساسي ان انا عشان ابدا اوصل او اعمل او اجيب ريزلت ان انا محتاجه اعمل ادز او كده. دي بتتقسم او بيتعمل لها بلانز بطرق معينه، بطرق مختلفه، اللي هو انا محتاجه اعرف انا فين، عايزه اوصل لايه، وهكذا. هل بتشوفي ان الانفلونسرز بتكسب المحتوى ثقه والاعلانات المموله بتعمل العكس؟ بصي هو ميكس ما بين الاتنين. الانفلونسر ماركتنج دلوقتي ممكن ما اقدرش اقولك ان هو الناس بقت بتعتمد عليه بشكل اساسي، بيعتمدوا اكتر على اليو جي سي، اليوزر جنريتد كونتنت.
مش ان انا اروح ادفع لاي انفلونسر لمجرد ان هو عنده فولورز معينه او رقم معين من الفولورز، فاروح ادفع له فهو معتمد ان هو هيجيب لي ريزلتس. هو هيجيب لي اكسبوجر مفيش مشكله، بس هل يعني لازم افكر وانا بوصل لانفلونسر، لازم افكر اللي هو هل الانفلونسر ده او الشخص اللي انا بكلمه ده هل هو فعلا الاودينس بتاعه هم الاودينس اللي انا بستهدفهم. يعني لازم نفكر في الناحيه دي، اللي هو مش مجرد ان حد عنده فولورز، ممكن يكون حد عنده فولورز قليله جدا مش انفلونسر قوي، هو كونتنت ماركتر عادي جدا بيعمل كونتنت كريتور، بس هيبقى اوثنتيك اكتر وهو بيتكلم عن البرودكت او السيرفيس بتاعتي او البراند بتاعتي. فبتتقسم على ساعات على حسب، يعني انا عايزه مثلا انفلونسر ماركتنج مثلا في الكامبين ده، وشويه مثلا بي ار، وشويه اعمل اعلان. الموضوع بيتقسم على حسب الجول والهدف بتاعي من الكامبين. جه الوقت اللي هلا هتوجه فيه نصيحه لكل فاوندر. ماشي. قبل ما تبدا تاخد الريسك وتبدا في اللي انت عايز تعمله، اهدى واسال نفسك هل انت متاكد من انت عايز تعمل ده ولا لا، وانت شايف نفسك في ده ولا لا، ولا انت بتعمله لهدف تاني. لان دي غلطه انا عملتها، ان انا وانا في الاول كان هدفي ان انا ابدا على طول عشان اثبت 1 2 3 اللي هو انا اقدر واعمل. فنصيحتي اللي هو قبل ما تاخد القرار وتجري، فكر كده هل انت عايز ده، يعني هل انت بجد عايز ده، مش هل انت بجد مش هل انت هتقدر على ده. انت ممكن تكون فاكر ان انت مش هتقدر على ده دلوقتي ومش مشكله، بس انت حاسس من جواك ان انت متاكد، يعني trust your instincts، ثق في الجود فيلينج بتاعك. الانستنكت بتاعك بيقول لك ان انت هتعمل ده، جو فور ات، يبقى هو مكتوب لك انت لازم تعمله. شكرا يا هلا.